مساء الخير يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ انا مستر اندرو مجدي ذا تيتشر اوف ساينس. النهارده جايين نتكلم شويه كده بسيطه عن ايه هو الساينس، وكمان ناخد كام هنت عن كل فرع موجود في الساينس. مبدئيا الساينس معناها علوم. هتقولي وايه الجديد؟ هقولك ما هو معنى كلمه علوم ان هو مش ضامن ماده واحده، بالعكس ده هو ضامن كذا ماده في بعض. ولنفترض تعالى نتكلم عنهم شويه. اول ماده عند حضرتك وهي الكيمستري. تاني ماده هي الفيزيكس. تالت ماده هي البيولوجي. ورابع ماده هي الجيولوجي. طب ايه هم دول؟ قالك اولا ماده الكيمستري هي الكيمياء. لو حضرتك كنت حابب تطلع استنى كده. مادة الكيمستري هي مادة الأدوية. يعني حضرتك حبيت تطلع دكتور، تطلع مصمم كيميائي، تحط حاجة على حاجة يديك حاجة تالتة خالص، وهي دي الكيمستري. وفايدتها في الحياة إن إحنا بنعمل بيها الأكل، بنعمل بيها الشرب، بنعمل بيها الأدوية، بنعمل بيها غالبا كل حاجة على كوكب الأرض أساسها كان كيمستري. الفرع الثاني هو فرع الفيزيكس، فرع القوة. يعني ايه كلمة القوة؟ فرع الانرجي، فرع الورك. دلوقتي لو جيت سألت نفسك سؤال، ازاي المروحة دي شغالة؟ ازاي الخلاط ده شغال؟ ازاي بنشوف؟ ازاي بنخترع اي جهاز؟ ازاي هو ده فرع الفيزيكس، فرع الاختراعات، فرع التفكير، انك تقعد تتأمل وتفكر بحيث اني اقدر اوصل من هنا لهنا بكل سهولة وذكاء. اما الفرع الثالث هو فرع البيولوجي، الأحياء. يعني ايه كلمة بيولوجي؟ قال لك يا فندم البيولوجي بيدرس كل ما هو living organism. يعني ايه كلمة living organism؟ يعني كائن حي. هندرس فيه مثلا البلانت، النبات، هندرس فيه مثلا الانيمالز، الحيوانات، وطبعا البكتيريا او اليوني سيلولر اورجانيزم اللي هي الكائنات وحيدة الخلية. هنفهم يعني ايه كمان شوية. طيب البيولوجي مفيد في ايه؟ طبعا البيولوجي مفيد جدا لو حضرتك كنت حابب تطلع دكتور، اذا كنت دكتور بشري او دكتور تصنع اجهزة عشان تخدم الدكتور التاني في العمليات او في الادوية وهكذا. ثم الفرع الرابع وهو فرع الجيولوجي، هو فرع علم الارض. فرع ايه؟ علم الارض. ما تنساش بس حاجة، ان الجيولوجي مقسومة كلمتين، جيو يعني ارض، واولوجي او لوجي معناها علم. يبقى الجيولوجي هو علم الارض. طب هندرس ايه في علم الارض؟ هندرس كل ما هو مكون لكوكب الارض، من بقى الصخور وتحت الارض وفوق الارض، وكيف تم نشأة كوكب الارض عموما من جوه وكمان من بره. تعال بينا ناخد شوية بيزكس. ايه بيزكس؟ يعني اساسيات. نبدأ الأول بحاجة اسمها الكيمستري. ما هي الكيمستري؟ قال لك يا فندم الكيمستري هو علم بيدرس كل ما هو نون ليفنج. يعني ايه كلمة نون ليفنج؟ غير حي. مش كده بس، بيدرس برضه الليفنج، بس احنا الأول عايزين نتكلم عن الحاجات النون ليفنج، الحاجات الغير حية. طيب الكيمستري يا فندم بتتكلم عن ايه؟ قال لك دلوقتي حضرتك سمعت كلمة ذرة. ايه ذرة؟ أتوم. ايه أتوم؟ وما هي الأتوم؟ قالك أي حاجة نون ليفنج يعني غير حية، وكمان الليفنج بس ده مش موضوعنا دلوقتي. أي حاجة نون ليفنج بتتكون من أتومز، ذرات. وما هي الذرة؟ الذرة هي أصغر حاجة مكونة لكل حاجة. إيه؟ أصغر حاجة مكونة من كل حاجة. يعني أنا دلوقتي لو جيت مسكت ماتر، يعني إيه كلمة ماتر؟ يعني مادة. طب المادة دي يا فندم مثلا زي الكورة، زي البيت، زي الكاميرا، زي المايك، زي القلم، زي التيشيرت، زي أي حاجة حواليا. هتلاقي إن أصغر حاجة بتكون الماتر ده هو الأتوم، الذرة. فالعلماء يسكتوا، قال لك لا. إيه؟ لا، يخش جوه مين؟ يخش جوه الأتوم. إيه؟ يبدأ يفحص الأتوم بالتفصيل، وده جزء مهم جدا 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 في الكيمستري. تعالى مع بعضينا نشوف ما هي محتويات الأتوم. بص يا سيدي، ادي الأتوم عبارة عن
كوره كبيره جدا اهي، طبعا هي مش كبيره ولا حاجه، هي صغيره جدا لا ترى اصلا، ما بتتشافش. انا بقول لك كبيره عشان انا هرسمها لك كبيره اهي. ادي الاتوم. الاتوم بتتكون من كوره كده هنا اسمها نيوكليوس، بفكرك حواليها انرجي ليفلز 1 2 3 4 5 6 7. وهم مين الانرجي ليفلز؟ كي، استنى نغير اللون، كي ال ام ان او بي كيو. والكرة اللي في النص اسمها النيوكليوس. يبقى انا دلوقتي عندي الاتوم بتتكون من ايه؟ قال لك يا ابويا اولا الاتوم مكونه من النيوكليوس، تاني حاجه مكونه من 7 انرجي ليفلز، 7 مستويات طاقه. اوكي جميل. يبقى اي حاجه حوالينا مكونه من ايه؟ من اتومز، من ذرات، ذره. طب حلو، الذره دي بتتكون من ايه؟ قال لك الذره دي صغنطوطه جدا لا ترى بالعين، ما بتتشافش. طب لما انت راسمها كبيره ليه كده؟ عشان احنا فحصناها بميكروسكوبات. اوكي. الذره بتتكون من زي ما قلت لسيادتك من نيوكليوس اللي هي الكوره اللي في النص دي، وبتتكون من انرجي ليفلز، مستويات الطاقه اللي هم السبع مستويات. ما تنساش برضو ان في نقطه مهمه جدا، ان في سكان عايشين جوه الاتوم دي. ايه؟ في سكان. مين هم السكان يا ابن عمي؟ قال لك اولا حضرتك عندك 3 سكان اسمهم تشارجز، 3 تشارجز، 3 شحنات. 3 شحنات. مين هم 3 شحنات؟ اول شحنه اسمها البوزيتيف بروتون، تاني شحنه اسمها النيجاتيف الكترون، تالت شحنه اسمها النيوترال نيوترون. ايه؟ نيوترال نيوترون. يبقى انا دلوقتي عندي الاتوم اهي بتتكون من ايه؟ قالك بتتكون من نيوكليوس وحواليها 7 انرجي ليفلز. الانرجي ليفلز كي ال ام ان او بي كيو. ماشي، ده المكونات. ودول مين؟ دول السكان. اوكي، عندي كام ساكن؟ عندي 3 سكان. فين هما 3 سكان؟ اهو. اول ساكن بوزيتيف بروتون، تاني ساكن نيجاتيف الكترون، تالت ساكن نيوترال نيوترون. وما تنساش مين عايش فين؟ تعال اوريك. يعني ايه مين عايش فين؟ يعني اولا اتفقنا مع بعض ان انت عندك ادي النيوكليوس، اوعى تنسى مين عايش في النيوكليوس يا ابن عمي. قال لك اللي عايش في النيوكليوس هم البوزيتيف بروتون، البوزيتيف بروتون والنيوترال نيوترون. بوزيتيف بروتون ونيوترال نيوترون، بوزيتيف بروتون ونيوترال نيوترون عايشين في النيوكليوس. اما الانرجي ليفلز كي ال ام ان او بي كيو عايش فيهم مين؟ قال لك يا فندم عايش فيهم الالكترونز، النيجاتيف الكترونز. يبقى انا دلوقتي لخصت لك الدنيا. ايه هي الدنيا؟ الاتوم بتتكون من قطعتين. مين هما القطعتين؟ اول قطعه اسمها النيوكليوس، واوعى تنسى النيوكليوس عايش فيها البروتون ومين؟ والنيوترون. اما الانرجي ليفلز عايش فيها مين؟ النيجاتيف الكترونز. والحته دي حته مهمه جدا وبيز اساسي جدا. تعالى طب نكمل مع بعض. بص يا سيدي، قالك والله ما تنساش ان دايما اي اتوم في الدنيا عندها رقمين، رقم الماس نمبر ورقم الاتوميك ايه؟ رقم الاتوميك نمبر. يعني ولنفترض مسكنا اتوم زي الصوديوم. مش الصوديوم ده عنصر موجود في الطبيعه؟ هتقول لي اقول لك الصوديوم كان رمزه ايه؟ هتقول لي ان ايه. يبقى انا مثلا مسكت الصوديوم رمزه ان ايه. حلو. الان ايه ده ليه رقمين، رقم مكتوب فوق 23، رقم مكتوب تحت 11. الارقام دي ثابته ومحفوظه. اوكي، الرقم اللي فوق يد يا اندرو اسمه ايه؟ قال لك اسمه ماس نمبر. طب والرقم اللي تحت اسمه ايه؟ اتوميك نمبر. طب ايه هو الماس نمبر؟ قال لك الماس نمبر ده هو مجموع مين؟ البروتون
زائد النيوترون. الله. ولكن ما تنساش ان الاتوميك نمبر هو البروتون، والبروتون بتساوي مين؟ الالكترون. واوعى تنسى. هتقولي يا عم انت لخبطتني، هو انت قلت ايه؟ انا نسيت. بص يا سيدي، الموضوع بسيط اهو. الاتوم، بسم الله، ادي الاتوم بتتكون من ايه؟ قال لك الاتوم بتتكون من قطعتين. اول قطعه اسمها نيوكليوس، والقطعه الثانيه اسمها انرجي ليفلز. كي ال ام ان او بي كيو. كي ال ام ان او بي كيو. اوكي، جينا للحظه المهمه. السكان، اين يسكن السكان؟ قال لك ببساطه في النيوكليايسايه دي في بوزيتيف بروتون وفي نيوترال نيوترون. اوكي، في الانرجي ليفلز دي في نيجاتيف الكترون. هتقول لي كده يا جميل، بدات اجمع معاك. اقول لك حلو قوي. دلوقتي بقى عايزين نمسك الاتوم دي على الورقه، على الورق، نتكلم بيه على الورق. والله افترض هنمسك اتوم اسمها صوديوم. صوديوم. طب ايه دي اندرو رمز الصوديوم؟ قال لك رمز الصوديوم ده ان ايه. ايه؟ ان ايه. اوكي، يبقى هتقولي ادي الان ايه صوديوم اهو. حلو. الان ايه ده بقى عنده رقمين، اوعى تنساهم. هتقولي اوكي، الرقم اللي فوق ده 23 والرقم اللي تحت ده 11. هقول لك جميل. ال 23 ده اسمه ماس نمبر. هتقولي والله ما انا عرفت خلاص. اقول لك اصبر بس. طب والرقم اللي تحت اسمه ايه؟ اتوميك نمبر. ماشي. طب مين بقى هو الماس نمبر؟ بص 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 الحته الصايعه دي. هتزرق. اها، فين الماس نمبر؟ هو ده. ده الماس نمبر ياض، والله مش بهزر، ده الماس نمبر. فين بقى الماس نمبر؟ هتقولي هو مجموع البروتون والنيوترون، او بروتون زائد مين؟ النيوترون. بي ان. مين هو البي ان؟ البروتون. ومين هو الان؟ النيوترون. يبقى الماس نمبر هو مجموع البروتون مع مين؟ مع النيوترون. طب مين هو الاتوميك نمبر؟ هتقولي بقى الاتوميك نمبر ده بيساوي الالكترونات، ودايما الالكترونات بتساوي عدد مين؟ البروتونات. الالكترونز دايما بتكون قد البروتونز. يعني بكل بساطه لو جيت انا قلت لك هنا في الصوديوم، فكرني كده واحسب لي في الصوديوم. احسب في الصوديوم، تعال نجيب لون مختلف. احسب لي في الصوديوم مين هو البروتون بكام، والالكترون بكام، والنيوترون بكام، والماس نمبر كام، والاتوميك نمبر كام. اتبع بقى اللي انا قلته فوق. اولا هتقول لي يا اندرو الاتوميك نمبر ده بيساوي الالكترون وبيساوي البروتون. هقول لك برافو. يبقى الصوديوم هنا، ادي الصوديوم، الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ هتقول لي 11. يبقى الاتوميك نمبر ب 11. يبقى البروتون ب 11 والالكترون ب 11. الله. يبقى اذا انا عندي الاتوميك نمبر بيساوي البروتون بيساوي الكترون وهو الاتوميك نمبر. اوكي. طب الماس نمبر بكام؟ هتقولي ما هو يا عم الماس نمبر 23. هقول لك برافو عليك. طب لو انا بقى عايز اجمع النيوترون او عايز احسب النيوترون، احسبها ازاي؟ قال لك اعمل الرقم اللي فوق ماينس الرقم اللي تحت. يعني لو عايز احسب النيوترونز اهي، النيوترونز بتساوي الرقم اللي فوق، الرقم فوق ماينس رقم اللي تحت، اللي هو بالبلدي يعني او بالعلمي بقى الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر. هتعمل 23 ماينس 11 يديك 12 نيوترون. وبكده احنا خدنا اهم حته في الكيمستري، حته مهمه جدا بتتكلم عن مما تتكون الاتوم، وايه هي الماس نمبر والاتوميك نمبر. وما تنساش الحته دي مهمه اذا كنت اولى اعدادي او تانية اعدادي او تالتة اعدادي وكمان اولى ثانوي. الحته دي مهمه جدا، لازم تكون مذاكرها وعارفها. تعال نخش بعد كده على حته لذيذه جدا ونتكلم عن الكيمستري. هتقول لي ما خلصناه؟ اقول لك طب تعالى نخش في البيولوجي. مين هي البيولوجي؟ اولا الكائنات الحيه، living organism. اوكي، living organism. الليفنج اورجانيزم زي مين؟ قال لك زي البني ادم الانسان. هتقول لي انسان يا عم اكتب انسان. اكتب يا ابني، ما هو الانسان اهو. تقول لي انت كاتب حيوان. هقول لك يا ذكي
ما الانسان فصيله الحيوان، بس خلي بالك انا ما قلتلكش ان الانسان كان قرد، وما قلتلكش ان الانسان حيوان، لا انا بقول لك ان الانسان عنده خليه حيوان. خلي بالك من دي، احنا ربنا خلقنا بني ادمين واحنا بني ادمين، ولكن خليتنا تابعه لخليه الحيوان، واحنا ما كناش قرود، احنا مخلوقين بني ادمين وهنموت بني ادمين. اوكي، يبقى انا عندي اول حاجه فصيله الحيوان اللي انا وانت منها، تاني فصيله اسمها فصيله البلانت النباتات، وتالت فصيله اسمها المايكرو اورجانيزم. هتقول يعني ايه؟ هقول لك والله بكل بساطه، حضرتك عندك كائنات بتتشاف وكائنات مش بتتشاف. يعني انت هتقول لي انا شايفك يا اندرو، هقول لك يبقى انت اسمك مالتي سيلولر. ايه مالتي سيلولر؟ مالتي مش يعني مالتي مالتي يعني متعدد. يعني انا مكون من كام خليه؟ خلايا كتير، خلايا كتيره. اوكي، اما اليوني سيلولر وش ايه؟ وشي عليه بكتيريا. هل انت شايف البكتيريا على وشي؟ ايدي عليها بكتيريا. هل انت شايف البكتيريا على ايدي؟ هتقولي لا. ليه؟ عشان هما مايكرو اورجانيزم، كائنات مكونه من خليه واحده. يبقى انواع الكائنات الحيه 2، يوني سيلولر اللي هم المايكرو اورجانيزم، يوني سيلولر اللي هم المايكرو اورجانيزم، ومالتي سيلولر زي الانيمالز والبلانتس. هتقولي اوكي، اقول لك جميل. ما تنساش بقى ان الكائنات الحيه دي بتتكون من ايه؟ تقولي بتتكون من خلايا. اقول لك برافو، تعالى السيلز، الخلايا. قال لك والله بقى انت عندك نوعين من الخلايا. ايه؟ عندك نوعين من الخلايا، في خليه اوكاريوت وفي خليه بروكاريوت. ايه؟ بروكاريوتس. والخليه الثانيه اوكاريوتس. ايه الفرق؟ بص بقى يا سيدي، البروكاريوتس دي الخليه بتاعتها ما بيكونش عندها نيوكليوس، اما الاوكاريوتس بيكون عندها نيوكليوس. هتقولي مش فاهم. اقول لك بص يا عم، ادي خليه مثلا انا بقول مثلا الانيمال، الحيوان، هتلاقيها عامله ازاي؟ دايره كبيره جواها دايره صغيره وهي النيوكليوس اهي، او استنى كده، جواها دايره صغيره والدايره الصغيره فيها شخابيط من جوه اهي، وطبعا هنا في نقط. طب ايه ده بقى؟ قالك بكل بساطه الجدار ده، الخيط ده، الجدار اسمه ايه؟ اسمه بلازما ممبرين. هتقولي ماشي. الميه او النقط اللي في النص اسمها سيتوبلازم. هتقولي ماشي. هقول لك الكره البني اسمها نيوكليوس. هتقولي ماشي. هقول لك بقى الخط الاسود ده اسمه ايه؟ اسمه الماده الوراثيه، الجيناتيك ماتيريال. الماده الوراثيه جيناتيك ماتيريال، اللي هي الماده اللي شايله صفاتك. هتقولي اوكي جميل، ده كده خليه الحيوان. بص بقى، في بعض الخلايا الاخرى اسمها البروكاريوتس. مين هم البروكاريوتس؟ قال لك البروكاريوتس ما بيكونش عندهم نيوكليوس واضح. يعني بص كده، بيكون عندهم كده دايره شخابيط وكده وخلاص، وشويه سيتوبلازم. لو جيت بصيت ايه الفرق بين الاثنين، هتلاقي ان هنا في جدار، في نيوكليوس باينه، الجيناتيك ماتيريال موجوده في النيوكليوس. اما هنا الجيناتيك ماتيريال موجوده فين؟ قال لك الجيناتيك ماتيريال موجوده في الخليه، ما عندهاش نيوكليوس، ما عندهاش جدار حوالين الماده الوراثيه. الماده الوراثيه مش لاقي حد يلمها، ما عندهاش جدار. هم دول البروكاريوتس. يبقى بكل بساطه البيولوجي، الاحياء، بيدرس السيلز، بيدرس الكائنات الحيه. وما تنساش يعني ايه كائن حي؟ يعني بيقدر يعمل جروث، نمو، يقدر يعمل اكسكريشن، اخراج، يقدر يعمل سensation، احساس، يقدر يعمل ريبرودكشن، وبيعمل طبعا نيوتريشن، تغذيه، وبيعمل يورينيشن، بيعمل اكسكريشن زي ما قلنا، بيعمل كل الصفات اللي اي كائن حي بيقدر يعملها. زي النبات بيكبر وبياكل وبيشرب ويعمل افرازات، اخراج، وهكذا. والحيوان، وبرده البكتيريا، وبرده الانسان، وكل الكائنات الحيه ككل. ودخلنا بعد كده
ان هم انواع الكائنات الحيه. قلت لك انواع الكائنات الحيه في منها مالتي سيلولر متعدد الخلايا، وفي منها مايكرو اورجانيزم او يوني سيلولر يعني عنده خليه واحده. بعد كده قلنا طب ايه الفرق بين الخلايا؟ البروكاريوتس ودي بدائيه ودي متطوره، الاوكاريوت متطوره. ايه الفرق؟ البروكاريوتس ما عندهاش جدار، has no nucleus. اما الاوكاريوتس عندها نيوكليوس. طبعا الكلام ده برضو كلام مهم. اديك معلومه على السريع ازاي بيحصل لنا نمو، ازاي الكائن الحي بيكبر. قال لك الكائن الحي بيعمل جروث، بنعمل نمو عن طريق حاجه او عمليه مهمه قوي انت خدتها في ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي، المفروض كنت عارفها. بيعمل سيل ديفيجن. يبقى انا بعمل نمو ازاي؟ انت فاكر ان انت بتكبر؟ لا انت مش بتكبر. ايه مش بتكبر، انت بتكتر. تقول لي يا عم انت عبيط. بتكتر. دلوقتي هنفترض ان حضرتك دبدوب جواه فل، عايزين نكبر الدبدوب ده، هنعمل ايه؟ هنكبر حجم الفل ولا هنزود عدد الفل؟ تقول لي طبعا هنزود عدد الفل، نحط فل اكتر عشان نكبر الدبدوب. اقول لك برافو عليك، انت وانا الدبدوب. ازاي خلايانا بتكبر؟ لا هي مش بتكبر، هي بتكتر، بتعمل سيل ديفيجن، انقسام الخلايا. يعني بكل بساطة حضرتك في بطن ماما كنت خلية، كبرت شوية في بطن ماما برضو بقيت 2، كبرت شوية بقيت 4، بعد كده بقيت 8، وهكذا. يبقى الخلية الوان سيل تنقسم فتبقى 2 سيلز، ينقسموا يبقوا 4 سيلز، ينقسموا يبقى 8 سيلز، ينقسموا يبقى 16 سيلز، ينقسموا يبقى 32 سيلز، ينقسموا يبقى 64 سيلز، ويفضلوا ينقسموا ويزيدوا ينقسموا ويزيدوا لحد ما يبقوا مليارات وتريليونات من الخلايا. ومبروك، في اللحظة دي انت كبرت وبقيت بالغ، في اللحظة دي خلاص انت جسمك اتحشى كاملا بالخلايا. وبالتالي احنا بنكبر عن طريق انقسام الخلايا، السيل ديفيجن. ومين بقى المسؤول عن السيل ديفيجن دي بقى؟ النيوكليوس، طنط النيوكليوس اللي انت كده درستها وانت وكيدز. طنط النيوكليوس دي هي المسؤوله ان هي تعمل السيل ديفيجن، انقسام الخلايا، وبالتالي بنكبر عن طريقها. اديتك هنت بسيط عن الكيمستري، اديتك هنت بسيط عن البيولوجي، تعال نخش هنت بسيط عن الفيزيكس. هيا بنا. بص يا سيدي، الفيزيكس غلبانه، محتاجه بس واحد يفهمها. بص يا سيدي، الفيزيكس زي ما قلت لك من شويه بتتكلم عن الانرجيز، الطاقات، واهم الطاقات اللي موجوده في الحياه زي مثلا السولار انرجي، كايناتيك انرجي، الساوند انرجي، الثيرمال انرجي، ايه تاني؟ لايت انرجي، نيوكلير انرجي. طبعا كتير، بس انا للامانه عايز انرجي انا لسه ما كتبتهاش. ايه هي الانرجيات يا اندرو اللي انت عايزها؟ اسمها ميكانيكال انرجي، الطاقه الميكانيكيه. ومن هنا اقدر اقول لك ان الطاقه الميكانيكيه بتنقسم لاتنين. الاولانيه اسمها البوتنشال انرجي، والثانيه هي الكايناتيك انرجي. قلت لها مش فاهم حاجه، انت بتقول ايه؟ اقول لك انا ما قلتش حاجه لسه. انا كل اللي بقول لك ان الكون فيه شويه فيزياء. مين هما الفيزياء اللي في الكون؟ اول فيزياء في الكون السولار انرجي، الطاقه الشمسيه، الطاقه الحركيه، الطاقه الساوند الصوتيه، الطاقه الثيرمال الحراريه، الطاقه اللايت الضوئيه، النيوكلير النوويه، والميكانيكال الطاقه الميكانيكيه.
الطاقة الميكانيكية دي بقى بتنقسم لاتنين طاقة. طاقة اسمها بوتنشال انرجي وطاقة اسمها الكايناتيك انرجي. تعالى ناخد هنت عنها. اولا مين هي البوتنشال انرجي؟ قال لك البوتنشال انرجي هي عبارة عن طاقة متخزنة. ايه طاقة متخزنة؟ يعني لو افترضنا ان حضرتك جبت استك ومسكت الاستك ده وبدأت تشده جامد، تشده وتشده وتشده وفضلت شده وما سبتوش، في اللحظة دي انت مخزن كمية بوتنشال انرجي مهولة. انا مش فاهم حاجة، انت بتقول ايه؟ بص يا عم، انا دلوقتي لو جبت الاستك وفضلت اشد الاستك ده، اشد ومسكته كده، الطاقة اللي انت اديتها للاستك دي اديتها له في شكل ايه؟ قال لك اديتها له في شكل طاقة متخزنة اسمها بوتنشال انرجي. في اللحظة اللي انت هتسيب الاستك فيها، البوتنشال المتخزنة دي تتحول اوتوماتيك لكايناتيك حركة. يبقى تاني فكرة النبلة، انت دلوقتي ماسك النبلة وعمال تحوش النبلة، تعمل كده وتشد، انت بتعمل ايه في النبلة؟ بتديها بوتنشال انرجي، بتخزن لها طاقة كده وهي مشدودة جدا. مجرد ما تسيب النبلة البوتنشال كلها اللي جواها اتحولت مباشرة ليه؟ لكايناتيك انرجي. يبقى البوتنشال هي ستورد انرجي، طاقة متخزنة. ولعلمك دي الطاقة اللي بنستخدمها في السدود. يعني ايه؟ سد المية بيعمل ايه في الميه؟ بيفضل يحوش الميه. ليه بيحوش الميه؟ عشان ما تمشيش. يعني ادي السد اهو والميه ماشيه كده، فالميه خبطت فين؟ في السد، فالسد حيشها، عمال يزود البوتنشال بتاع الميه، يزود الطاقه المتخزنه بتاعت الميه، طب بمجرد ما السد ده ينزل يعني يتفتح، تلاقي الميه المتخزنه دي كلها بقت بتجري، البوتنشال كلها اتحولت ليه يا فندم؟ لكايناتيك انرجي. هتقولي طب انا استفدت من كده ايه؟ هقول لك استفدت ان انا قدرت اخد الكايناتيك انرجي بتاعت الميه دي وخليتها تلف في التوربين، وخليت التوربين يولد ايه؟ كهرباء. يبقى بكل بساطه البوتنشال انرجي هي الطاقه المتخزنه، اما الكايناتيك انرجي هي انرجي ديو تو موشن. انرجي ديو تو موشن يعني الطاقة نتيجة الحركة. يبقى ما تنساش ان دايما الميكانيكال انرجي بتتكون من اتنين، طاقة متخزنة وطاقة حركية. اقدر احوش الاستك او احوش المية فخزن له طاقة بوتنشال، وبمجرد ما اسيب البوتنشال دي، مجرد ما اسيب الاستك او اسيب المية تتحرك، في اللحظة دي البوتنشال كلها تتحول لكايناتيك. وعلى قد ما البوتنشال تكون كتيرة، على قد ما الكايناتيك برضه هتكون كتيرة. طيب تعالى نشرح بند كده تاني في الفيزيكس، بند بسيط، وهو بند اسمه الدي في تي. ايه الدي في تي ده؟ قال لك بكل بساطة الدي هي الديستانس، المسافة، اما الفي هي الفيلوسيتي، السرعه او السبيد، والتي هو التايم، الوقت. يبقى انا عندي قانون فيزيائي مهم خطير اسمه قانون الدي في تي. ما هو الدي في تي؟ دلوقتي حضرتك راكب قطر ماشي بسرعه، سرعته والله مثلا 200 كيلومتر بير اور. يعني ايه بير اور؟ يعني في الساعه، بيمشي 200 كيلومتر بير اور يعني لكل ساعه. اوكي، وحضرتك والله مشيت وقت ساعتين 2 hours، تقدر تحسب لي المسافه اللي انت مشيتها؟ المسافه بكام؟ هتقولي والله بسيطه، انا ماشي بسرعه 200 كيلو متر ومشيت ساعتين، يعني انا اول ساعه قطعت 200 كيلو، تاني ساعه قطعت برضو 200 كيلو، ما انا ماشي ساعتين، كل ساعه بسرعه 200 كيلو متر في الساعه. خلاص سهله، يبقى المسافه اللي انا مشيتها بسيطه. هتقول لي مش انت مشيت ساعتين؟ اقول لك اه،
وفي كل ساعه 200 كيلومتر، هتقول لي اه، اقول لك خلاص يبقى المسافه اللي انت مشيتها 400 كيلو. هتقول لي يا عم انت انا ايه الحسابات دي كلها؟ طب انا مش عايز اعمل ده كله. اقول لك خلاص نقدر دلوقتي نستخدم المثلث بدل ما نحسب. والمثلث بيقول لحضرتك الدي في تي، ادي الدي في تي. هتقول لي برضو يعني اعمل ايه؟ هقول لك بص يا سيدي، مش احنا في المثال اللي ورا كنا عايزين نحسب المسافه؟ هتقول لي كنا عايزين نحسب المسافه. اقول لك خلاص ادي المسافه الديستانس خبيها. هتقول لي يبقى اذا هضرب الفيلوسيتي، الديستانس اهي بتساوي هضرب الفيلوسيتي مالتبلاي التايم. طب فاكر بقى في المساله اللي فاتت كان الفيلوسيتي بكام؟ هتقول لي الفيلوسيتي ب 200. اقول لك برافو عليك 200. طب والتايم كان كام؟ كان 2 hours. اها اذا الديستانس فيلوسيتي في تايم، يبقى الديستانس هتكون 400 كيلومترز، 400 كيلومتر طبعا على حسب المساله اللي فاتت. يبقى اذا ما تنساش دايما ان انت الفيزيكس سهله، بس انا اقدر اطبق القانون على حسب ما انا عايز. مش عايز اكون طولت عليك، انا عارف ان انت في الاجازه، انا قلت بس اعمل لك حاجه كده ريفريش يور مايند، برين ستورمنج وانت في الاجازه. ساينس انا بحبه، انت كمان المفروض انك بتحبه. ما تنساش ان دايما الساينس يقدر يجاوبك على اي سؤال. الساينس هو اسئله ليه. دايما اي اجابه عندي، مش انا كاندرو، عندي كمدرس ساينس، يعني انت من حقك تسال ليه، وانا اجباري عليا يكون عندي اجابه. ما تنساش دايما الساينس بيحتاج ان انت تعمل ريفرش. الساينس هو العلم، والعلم ما بيقفش عند معلومه واحده. خليك دايما متطلع، خليك دايما مثقف، خليك دايما مؤمن ان العلم هو اللي هيعمل لك قيمه في المجتمع. كان معكم مستر اندرو مجدي، ذا تيتشر اوف ساينس. والاهم من ده كله ما تنساش ساينس will be easy with me يا عزيزي. اشوفكم على خير، سلام.